ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. وضب لك الكتب يلا عشان تيجي تذاكر. شاريه له شوية كتب وأجز دلوقتي مدة طويلة. يا رب تكونوا بخير. اوعى توقع لي الموبايل، ماهياش ناقصة تشيل رجلك من على الترابيزة. ماهياش ناقصة، كفاية موبايل واحد. بسم الله، ربنا يهديكم. بعد اجازة طويلة. يا رب تكونوا بخير، يا رب كل سنة وانتم طيبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. متشكرة ليكم والله العظيم، ربنا يبارك فيكم. هي أختك غابت فوق؟ لا، شفت أختك غابت فوق. واحنا كده مأجزين من يوم 20/5. أنا إيه؟ أنا متابع. أهلا مرحبا بيك. شكرا، كل سنة وانتم طيبين. هاتلي البراية اللي على الكنبة ده يا بودي، وما تحطش رجلك على الترابيزة عشان لو وقعتلي الموبايل أنا هضربك. أهي البراية، الغطا بتاع المعلمة دي مش هي براية؟ بلاش يا جماعة كلمة أموت فيكي والكلام ده يا جماعة، عيب. انتم طيبين، بلاش الكلام ده أرجوكم يعني. غطا المعلمة دي عندك، أنا لسه حاطاه دلوقتي. خلاص مش عايزة حاجة، ألاقي براية تانية. يلا خلص، وطي شوية الفيديو اللي معاك ده عشان ما تعمليش حقوق ناش. إيه أنت بتحط إيدك هنا كل شوية ليه؟ عندك مشكلة؟ كل شوية اشرب مية من فلفل حراق. طب إيه وطي. طب وطي الموبايل، أنا تعمل لي حقوق ناش. وطي الموبايل طيب. وما تحطيش رجلك على الترابيزة. مساء الفل عليكم. مساء الفل عليكم. ربنا يبارك فيكم. احنا من يوم 20/5 عيالي مأجزين. بطة بنتي خلصت امتحانات ومأجزة، والواد ده أجز معاه. جالنا ضيوف بقى، ورحنا من يوم الوقفة البلد. مشينا بعد العيد، ورحنا من يوم الوقفة مشينا بعد العيد بأسبوع من بلد. هما جم معانا هنا، أقسم بالله يعني. فكنا مشغولين شغلانة لا يعلم بالله ربنا. فأنا قصرت الصراحة جامد في قناتي. مقصرة أنا من هنا ورايح. مش هقصر تاني بإذن الله، وما نشرحها بلدنا دي خالص لمدة 3-4 سنين عشان ما اقدرش على زعلكم والله. انا اصلا عايزة. اشمعنى يعني غرفة النوم يعني؟ اشمعنى روتين نظافة غرفة النوم يعني؟ اشمعنى يعني اشمعنى غرفة النوم يعني؟ ما ينفعش نظافة الصالة؟ ما ينفعش الليفل؟ اشمعنى غرفة النوم يعني؟ ربنا يهديكم. الحمد لله يا رب. حاجة غريبة والله. انا بغسلش سجاد، خلي مراتك تغسل لك السجاد. احنا بنغسلوا السجاد في المغسله، بنغسلوه في المغسله والله. بنغسلوا السجاد في المغسله. خد مبدئيا يا ابني، تعالى تعالى راجع الحروف يلا.
استنى حبيبي الشاي خد يا دمار. يلا خد خط حلو امور زي كده. انت امور ايه؟ انا كتبت النهارده. خد يا دمار راجع يلا على الحروف من اول الف لياء. بعد الاجازه الطويله دي محتاج مخك يتنشط الاول قبل ما ابدا لك. انا مش عارفه اقول لحضرتك والله العظيم بتضربني ليه؟ طيب ماشي شاطر. بالله عليك ما نحرمش من حضرتك والله. بالله عليك بالله عليك ما تتكلفش نفسك. ما تكلفش نفسك وتدعمني تاني بالله عليك. كفايه بس ان حضرتك تكتب يعني كلمه بس تعريف بس كويس تنور البث. كفايه ان حضرتك بس موجود وتنور البث مش كفايه. بلاش تدعم بالفلوس تاني والله. انا حاسه انا كلفتك يا حبيبي فوق طاقه حضرتك يعني. ما نحرمش منك ابدا حبيبي. لو ضربتني تاني هضربك. اكتب الف وراجع. لا بص لا هقول لك على حاجه. انا شاريه لك الكراريس الجاهزه دي عشان تكتب. طيب الاستيكه انا شاريه لك الكراريس الجاهزه دي عشان تراجع الحروف من غير ما تتكلم معايا. فانا كلفت حضرتك الف شكر والله. ما نحرمش منك. كفايه بس ان حضرتك تنور البث بس. كوبايه الشاي. انا على البث. انا على البث دلوقتي. انا على البث. خلصني يلا يا اخي. مش انا جايبه لك. طب خلص يلا. الف لحد وانت بتكتب الحرف. وانت بتكتب الحرف. طب انت بتكتب حرف ايه دلوقتي؟ ايه ده حرف ايه؟ ايه؟ على الفيديو يلا. اكتب هنا عمود بس. اكتب يلا بيه يلا. رجع على البيه. اكتبها على السطح يا بود. انت هنا بتكتب البيه يا بود. البيه يا حبيبي مش الالف. البيه. رجع اكتب يلا البيه. كل الاطفال كده. انا بعامله بلطف. ده انا بقالي ساعه. هفتح الباب. افتح الباب. ركز يا بيه. ركز يلا اكتب يا بود. تعالي. انت جبتي كده ليه؟ اديت لها بس اللحمه. طلعت اطيب خلق الله بجد. ما طلعت هي غلبانه. اطيب بني ادم شفتها في حياتي. هي غلبانه. بتقول لي والمصحف وحطيت لها مصحف. بتقول لي والله العظيم يا ستي ما جيتش تحلف على المصحف ولا غيره. اسمعي بس. تقول لي ايه؟ انا مسامحاها. اسمعي بس. تقول لي ايه؟ والله المصحف انا بحبكم جدا. وانا والله هي بنحبها. كانت مفكره ان انتوا لما طلعتوا لي انا زعلت. والله العظيم كنت متونسه. انا كنت متونسه والله العظيم بيه. والله كنت متونسه وفرحانه. انا اصلا مش قادره اتحرك. بتقول لما هي كانت بترن عليا. ركز يا حبيبي. طب استني بقى عشان اخوك. انا بدات معاه الحصه مش عايزه اسمع حكاوي. كانت بتخليني مفكره ان انا مبلغاها اعملها بلوك. بس انا والله العظيم طب يا حبيبتي. طب بقول لك ايه. انا طالعه لكم. ادخلي احفظي القران. ما انتش طالعه تاني لحد. ادخلي احفظي القران يلا. وما تجيش تكلميني وانا مع اخوكي تاني في الحصه عشان يركز. يلا يا حبيبي. يلا يا نور عيني. يلا يا غالي. اكتب حرف الباء من شرط الصدر. ساعد شاطر. اكتبوا يلا كده لوحدك على السطر. اكتبوا على السطر. اكتب حرف الباء على السطر. بص. لا مش دول ولا حاجه. العمود ده بس على السطر.
شوف انت مش كاتب، لا مش هيعجبني ده. بص يا حبيبي كده، انا هكتب لك واحده هات كده. بصي يا روح، بصي يا حبيب ماما، بصي انا بكتب ازاي، ما تبصش لحاجه تاني. مش احنا قلنا لو ركزنا هنجيب حاجات حلوه واللي انت عايزه بسهوله؟ شيل صبعك من بقك. بصي بنحط الشرطه كده على السطر اهي. يبقى احنا كتبنا الباء على السطر زيهم ولا ما كتبناهاش؟ يلا السطر. لا لا، هما هنا مش حاطين على السطور، احنا حاطين في المربع، انما احنا هنا حاطين لنا سطر عشان نكتب عليه. يلا نكتب على السطر زي ماما كده. يلا هاتي بوسه الاول قبل ما تكتب. يلا يلا. طب روحي اعملي بوك. تعالي على مهلك. البيبي والشرب والاكل بيحلى وقت المذاكره. بتقول والله العظيم. طب تعالي هنا عشان عامله بس مباشر على فكره، مش فيديو ده بس. طب بتقول والله. تعالي هنا بص. بس. طب بتقول والله العظيم. سلمي الاول على جدا. المتابعين. والله بتعتبرك اختها والله. بس انت اتاخرت عندها فوق. ما تقدرش تطلعي. ده جت هتعيط. يا ستي انا مسامحاها، ربنا يسهل لها. الماما خدت منك اللحمه؟ ما كانتش عايزه تاخدها. يا ستي ليه؟ كانت بتقول لك ايه؟ قالت لي هترجع في الاخر، قلت لها انا طلعت لك لحمه ومش عارفه ايه. لا والله انت ناسيه انها كانت ما قلتلهاش حته ان انت كنت هتدي لاخويا درس ورجعتي بلغتينا لا قالت انا كنت عامله وضع طيران. طب احنا نعمل هو ده الصوت؟ طب ده الصوت؟ شغال اشتغلت لي مش وحدها. قادره. بتقول هي انت بقى طب ايه في باب الحمام؟ خلاص يا عشان بس. تتكلم. يا ست طب ايه في باب الحمام؟ يا ستي هي كانت سالفه منه فلوس الميه 650 جنيه ما جابتهم ليش، دول ما كانوش دعوه بالفلوس اللي انا سبتها لها. الفلوس اللي انا سبتها لها لله دي كانت حاجه مني، لا انما دول كانوا سلف، هي سلفاهم مني ما جابتهم ليه. زعلانه ليه اللي انا طالبتها بيهم؟ ما تردي عليا. انت بتقولي مظلومه في ايه بقى؟ في الحته دي كده غلطانه برضه انها تبلكني وما تردش عليا. ما بلكتكيش. ما بلكتنيش، حطت التليفون على وضع طيران شهور وفي الاخر شهور. مش هي حطت شهور لما سافرت واشتغلت هناك في مصر؟ حطت شهور ولا لا؟ لما قعدنا رن عليها كانت بتقول لما تيجي بقيت لها معايا نقعد مع بعض وتعمل لا، لحمه لا. معايا. لا هي ما قالتلكيش هي تعملها ايه ده؟ قالت لي اصلا الدكتور بتقول لك ابوها كان محبوس في المستشفى لان الرئه بتاعته كانت بتنزل. ليش فيهم؟ وقعدت كل ما تشرب ما تعيط، وقعدت مقهوره يومين وقعدت تعيط جامد. خدي بالك انا بزعل من الحاجات دي، ربنا يشفي عباده. وهي اللي بتنزل تودي له هدوم وغيارات واكل وشرب ده وكده. هي يا بنتي عيني هي فاتحه تقول هي اصلا محتاجه نقل. هي فاتحه رقبتها، فيها هي رقبتها. محتاجه نقل. هي محتاجه هي نقل دم. ليه عندها ايه؟ مش عارفه بس حاجه كده ناقصه. المهم انت بعدتي بس ولا قربتي منها؟ الله أكيد. يديك الصحة، مش عارفين. طب اطلع هي من فاتحة عندها. رقبتها بعيد عنك هنا. لا مش فاتحه. يعني ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفيها. والله ثابت عليا جامد عشان كده قلت لها تطلعي لها. انا لا هعايرها ولا نيله، هي بس تعبرنا. فرحت لما شافتني. يلا حبيبي اكتب حرف الباء على السطر. خلاص يا بط سيبيني اركز معاكم والنبي. قالت لي لما تيجي بقيت لها انا هستنى. طب ممكن روحي احفظي القران في اوضتك وفرقي عليك عشان ما تركز معايا. هي قالت لي خدي بالك اخوكي بقاله شهر كده ما بصيش في الكتاب، عشان كده النهارده صعب قوي وانا برجع له المذاكره، زعلان ومش عاوز يرجع او مش بيركز وزعلان. تعالى يا حبيبي تعالى. انت يا حبيبي وبس يا نهار والله ماليش غيره. حتى الإبرة. لا مش حاطه ابره بس على بس. اهدى بقى. تعالى يلا اكتب الباء على السطر زي ما انا عاملاها على السطر كده. يلا عشان هنراجع الحروف كلها لحد الياء النهارده هنراجع لحد الياء ومن بكره المذاكره بقى. ماما. ايه يا حبيبي؟ بطة. ماشي. طب يلا. بطة هي. بايه بطه؟ شاطر. بطة واحدة. يلا اكتب على السطر زي ما انا عامله دي كده على السطر. شوف انت عاملها شويه عوجها. طب التانيه خليها على السطر بالظبط. شاطر. شاطر السطر. ايوه كده. كده لا امه. هاتي لا امه. هاتي امه. شاطر. يلا كمل يلا. كمل يلا. ماما. مادة العربي. مادة العربي. يلا. شاطر. كمل يلا. شاطر يلا. اعمل بيبي. الحمد لله. شيل صبعك من جوه.
شاطر. يلا التاء. التاء الشطورة. التاء الشطورة. يلا. لا التلوين ايه؟ احنا النهارده مذاكره التلوين، بعد ما نخلص مذاكره هخليك تلون واجيب لك خرز تعمل خرز وتظبط كل حاجه. في كورسات في التلوين في معلش النهارده مذاكره يا حبيبي، بس ساعه واحده مش هكتر عن كده، وبعد كده يا نور عيني انا هديك تلعب. يلا يلا يا حبيبي، ده وقت المذاكرات. تاء الشطوره. تك على القلم يا بودي. كل القلم اه عاملينها كده. استاذه منى ربنا يسهلها عليكم، استاذه منى يا رب ويا رب وييسرها عليك الاختبارات بتاعتك. اللهم امين يا حبيبتي. عندي أمان. انت شايف يا بودي بقى سبت المذاكره وبتبص على ايه؟ شاطر. اكتبي بتاع الصف. يلا بص يا حبيبي في الكتاب. مش امبارح اتفقنا ان احنا نقرا ونكتب؟ التاني انت عامله صغنونه قوي كده ليه؟ ما تعملها كده يا بودي الحجم ده. اه اكتبها على السطر، وما تعملش الشرطه بتاعتها كبيره قوي كده. شايف الشرطه بتاعتها صغننه ازاي؟ الطبق بتاعها صغنن. يلا خد بالك انا مش هقول لك تاني يا بطه. بص مش سامعه. شوفي من عين كده مين. خالته امان والولاد الامومه بتاعت الحضانه. بتاعت الحقن. طب انا هستاذن منكم عشان هاخد حقن معلش وارجع لكم تاني.